السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الدلو بتاريخ 31/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الدلو. على الصعيد العام، النهارده حاسس بطاقة داخلية متجددة، ممكن تلاقي نفسك مستعد تواجه تحديات جديدة أو تغيرات كانت مستنية وقت طويل. حاول تستفيد من الفرصة دي وتتقدم بخطوات واثقة. يومك مليان أحداث صغيرة هتحرك حياتك بشكل إيجابي لو ركزت فيها كويس. كل حاجة حواليك هتديك فرصة للتعلم والنمو الشخصي. ممكن تواجه مواقف محتاجة صبر وحكمة، خصوصا مع الناس اللي حواليك. حاول تتحكم في انفعالاتك وما تخليش أي كلمة تقطع مزاجك أو تخلي قراراتك تتأثر. يومك مناسب لاتخاذ خطوات محسوبة بدل ردود أفعال سريعة يا دلو. كمان النهارده حاول تكون مرن في التعامل مع أي تغيرات. لو حسيت إن في حاجة ما مشيتش زي ما خططت، خدها كدرس واستغل التجربة لتحسن خططك الجاية. الثقة في نفسك يا دلو هتكون عامل مهم جدا علشان تقدر تتقدم في مشاريعك وأهدافك. حافظ على توازنك النفسي وحاول تدي لنفسك وقت للراحة والتأمل، ده هيساعدك تبقى أكتر واعي بكل الأمور اللي حواليك. يومك مناسب لاتخاذ قرارات طويلة المدى لو ركزت في التفاصيل الصغيرة وحللت الأمور بهدوء. وممكن تشعر برغبة في التجديد وإدخال تغيرات في حياتك اليومية، سواء في الروتين أو في علاقاتك. النهارده يوم ممتاز للتفكير في أولوياتك وإعادة ترتيب أهدافك بطريقة تخليك أكتر إنتاجية وسعادة. حاول تستفيد من كل لحظة بطريقة ذكية ومليانة وعي. النهارده كمان يا دلو فرصة للتواصل مع ناس جديدة أو إعادة ترتيب علاقاتك القديمة. الحوار المفتوح والمشاركة في أفكار جديدة هيفتح لك آفاق مختلفة، وكل خطوة هتاخدها النهارده هتخليك أقوى مستعد لمواجهة أي تحديات جاية. ثق بنفسك وبقدراتك، كل شيء ممكن يتحسن لو استغليت طاقتك صح. أما على الصعيد العملي، النهارده يومك يا دلو العملي مليان فرصة جديدة، ممكن يظهر لك تحديات غير متوقعة، لكن عندك القدرة على التعامل معها بذكاء وحكمة. ركز في التفاصيل الدقيقة وحاول تخطط لكل خطوة قبل ما تتحرك، ده هيساعدك تتجنب أي مشاكل محتملة ويخلي مجهودك مثمر أكتر. وحاول تستغل طاقتك الإبداعية النهارده، أفكارك الجديدة ممكن تغير مجرى مشاعرك أو تحسن طريقة التعامل مع زملائك. التغيير الإيجابي هيجي مع قدرتك على التفكير خارج الصندوق وتنفيذ خطط مبتكرة. النهاردة مناسب لإظهار مهارتك وتحقيق تقدير الناس حواليك. كمان ممكن تواجه بعض العقوبات أو الضغوطات غير متوقعة، حاول ما تخليش القلق يسيطر عليك. خد الأمور خطوة خطوة وركز على الأولويات. التعاون مع الفريق مهم جدا النهاردة يا دلو، وممكن من خلاله تلاقي حلول مبتكرة وسريعة. خليك دايما مستعد وتتكيف مع أي موقف طارئ. النهاردة كمان فرصة ممتازة لتقييم أدائك ومراجعة أهدافك المهنية. لو حسيت إن في حاجة محتاجة تعديل، اعمل خطة واضحة للتطوير. هتحس بالرضا الداخلي لما تشوف تقدمك خطوة خطوة. الاستمرارية والمثابرة هتكون المفتاح لنجاحك يا دلو على المدى الطويل. حافظ على تنظيم وقتك ومهامك. النهارده يوم مناسب للإنجاز مشاريع مؤجلة أو بدء مهام جديدة بطريقة مرتبة. كل دقيقة هتستثمرها في شغلك هتدي لك نتائج ملموسة. خليك صبور وواثق في خطواتك، واللي هتعمله النهارده هيكون أساس قوي لمستقبلك العملي. النهارده فرصة كمان لتقوية علاقاتك المهنية يا دلو. التواصل مع الزملاء والعملاء بطريقة ذكية وواضحة هيساعدك تحافظ على سمعتك ويخلي الناس تثق فيك أكتر. النهارده مناسب لبناء جذور جديدة وإظهار قدرتك على القيادة واتخاذ القرارات الصائبة. ثق بنفسك وبخبرتك، النهارده هيسجل يوم مليان نجاح وإنجاز. أما على الصعيد المالي، النهارده وضعك يا دلو المالي محتاج انتباه وتركيز. ممكن يظهر لك فرصة غير متوقعة لزيادة دخلك أو ترتيب مصاريفك بطريقة أفضل. ركز على التفاصيل الصغيرة علشان تقدر تاخد قرارات مالية صحيحة. كل خطوة محسوبة هتفرق معاك جامد في المستقبل القريب. وممكن تحس ببعض التوتر بسبب التزامات مالية أو مصاريف غير متوقعة، بس حاول ما تخليش القلق يسيطر عليك يا دلو. نظم أولوياتك وحط ميزانية واضحة، وده هيساعدك تتحكم في أمورك المالية بدون ضغوط إضافية. النهاردة مناسب للتخطيط استثماري طويل المدى لو ركزت صح.
الاستثمار في حاجات صغيرة النهاردة ممكن يديلك نتائج مفاجئة. خد وقتك في دراسة أي خطوة قبل ما تاخدها، وابعد عن القرارات العشوائية. النهاردة فرصة ممتازة لو فكرت في طريقة جديدة لزيادة دخلك أو تحسين وضعك المالي. كمان حافظ على التوازن بين الصرف والادخار يا دلو. النهاردة يوم ممتاز لإعادة ترتيب أولوياتك المالية. ركز على الأشياء الضرورية وتجنب أي مصاريف غير مهمة. ده هيساعدك تحافظ على استقرارك المالي ويقلل أي قلق ممكن يظهر. النهاردة فرصة للتخطيط بطريقة ذكية وتحقق ليك أفضل النتائج. النهاردة يا دلو هيكون يوم مليان نجاح مالي لو ركزت صح. أما على الصعيد العاطفي، النهاردة قلبك مليان مشاعر متجددة. ممكن تحس برغبة شديدة في التواصل مع الحبيب وإظهار كل ما في داخلك من حب واهتمام. حاول تعبر عن مشاعرك بصراحة ووضوح. ده هيساعدك تقوي الرابط بينك وبين الشريك ويخلي العلاقة أكتر انسجام. كمان ممكن تظهر بعض التحديات أو سوء فهم بسيط، لكن لو ركزت على الحوار الهادي والصراحة هتقدر تحل أي مشكلة بسهولة. النهاردة مناسب للتفاهم وإعادة ترتيب أولويات العلاقة. خليك منفتح ومستعد تسمع لك الطرف التاني بدون أي أحكام مسبقة. اللحظات الصغيرة اللي هتفضيها مع الحبيب النهاردة يا دلو هتكون مليانة دفء وحب. ركز على التفاصيل الدقيقة في تصرفاته وكلماته. هتحس بتقارب كبير ويقوي ثقتك في العلاقة. النهاردة فرصة ممتازة لإظهار الجانب الرومانسي اللي جواك بطريقة طبيعية ومؤثرة. لو في رغبة في التجديد أو تجربة أنشطة جديدة مع الشريك، النهاردة الوقت المناسب. كل لحظة مشتركة هتعزز المشاعر وتخلق ذكريات جميلة. حاول تتجنب أي توتر أو ضغط ممكن يفسد الجو. النهاردة مناسب لخلق جو رومانسي مليان حب ودفء، وده هيخلي العلاقة في أفضل حالاتها. النهاردة كمان فرصة للتفكير في مستقبل العلاقة. لو في أهداف مشتركة أو رغبات معينة، حاول تناقشها مع الشريك بصراحة وبهدوء. الحوار المفتوح ده هيقوي الثقة بينكم ويخلي كل خطوة مستقبلية أسهل وأكتر وضوح. النهاردة يوم ممتاز لإعادة تأكيد الحب والاهتمام بكل تفاصيل العلاقة يا دلو. كمان النهاردة حاول تكون صبور ومتفاهم. كل موقف هتحسه اتجاه الشريك هيفرق جامد في استقرار العلاقة. لو حبيت تظهر دعمك واهتمامك بشكل عملي وفعال، ده هيخلي العلاقة أكتر قوة واستقرار. النهاردة فرصة يا دلو لإعادة إشعال الشرارة بينكم بطريقة طبيعية وهادية، وده هيخلي قلبك وقلبه أقرب من أي وقت فات. أما على الصعيد الصحي، النهاردة يا دلو صحتك محتاجة انتباه وتركيز. حاول تدي جسمك الراحة اللي محتاجها وتبتعد عن أي ضغوط ممكن تأثر على نشاطك وحيويتك. الالتزام بالعادات الصحية بسيطة زي شرب المية أو تناول وجبات متوازنة هتفرق معاك جامد. هتحس بتحسن كبير في طاقتك ومزاجك. كمان ممكن تحس ببعض التعب أو الإرهاق بسبب ضغط الأيام اللي فاتت. النهاردة فرصة ممتازة للاسترخاء وتجديد نشاطك. حاول تخصص وقت لممارسة تمارين خفيفة أو نشاط بدني مناسب. ده هيخلي جسمك وعقلك أكتر حيوية واستعداد لأي تحديات جاية. كمان النوم الكافي مهم جدا النهاردة. حاول تنام في وقت مناسب وتبعد عن أي توتر أو أي أفكار سلبية قبل النوم. ده هيساعد جسمك يعيد توازنه ويجدد طاقته النهاردة. مناسب كمان لو حاولت تتبع نظام غذائي صحي ويوازن بين كل العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها. حافظ على صحتك النفسية وحاول تتجنب أي توتر أو أي عصبية زيادة. لو قدرت تمارس التأمل أو تمارين النفس، ده هيساعدك تهدى وتعيد تركيزك الداخلي. النهاردة يوم ممتاز للاهتمام بنفسك وبصحتك العامة بدون أي ضغوط خارجية. النهاردة فرصة كمان لمراجعة أي عادات سلبية ممكن تكون مؤثرة عليك، سواء أكل أو نمط في حياتك. حاول تبدأ خطوات صغيرة لتحسين حياتك الصحية. كل خطوة هتعملها هتديك إحساس بالتحسن تدريجيا. النهاردة مهم جدا للاهتمام بصحتك وقوتك. كمان حافظ على نشاطك وحركتك. حاول تبعد عن الكسل والإهمال. النهاردة يوم ممتاز لإعادة شحن طاقتك، ولو حسيت بأي تعب حاول تخفف من أي مجهود زيادة. الاهتمام يدل بجسمك وبصحتك النهاردة هيساعدك تحافظ على استقرارك العام وطاقة إيجابية هتستفيد منها في كل مجالات حياتك. أما على الصعيد الدراسي، النهاردة وضعك الدراسي محتاج تركيز شديد وتنظيم. حاول ترتب أولوياتك وتحدد المهام المهمة اللي لازم تخلصها أول بأول. أي تأجيل ممكن يزود الضغط عليك. النهاردة فرصة ممتازة للاستفاد من وقتك بشكل أفضل وتحقيق نتائج ملموسة في دراستك.
كمان ممكن تواجه بعض التحديات أو صعوبة في فهم جزء معين في الدرس، لكن لو ركزت وطلبت المساعدة من زملائك أو معلمك هتلاقي حل سريع وفعال. النهاردة مناسب للتعليم بطريقة جديدة ومبتكرة بدل الطريقة التقليدية اللي ممكن تبطئك. التخطيط للمذاكرة وتنظيم الوقت بين المواد المختلفة هيساعدك تنجز أكتر وتقلل أي شعور بالإرهاق أو التوتر. النهاردة فرصة لإعادة ترتيب جدولك الدراسي بطريقة فعالة، ركز على الإنجاز بدل الكمية، كل خطوة محسوبة هتديك شعور بالراحة والثقة بنفسك. لو في اختبارات أو مشاريع، النهاردة يوم مناسب للتحضير الجديد والتركيز على التفاصيل الصغيرة، أي مجهود إضافي هيفرق معاك جامد. النهاردة فرصة لتعزيز قدرتك واستثمار وقتك بشكل ذكي. اهتم بمراجعة نقاط ضعفك وحاول تحسنها خطوة بخطوة. ودي كانت توقعاتك يا دلو، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.